نادي الرياض في الجولات الماضية، خطير في اللعب خلف الدفاعات، خطير. الله في تمريرة ممتازة ومن ثم ميراندا، ولكن باستوس الأنغولي هشام فايق، الكرة نيكولاس مينيسي والمحاولة مرت وصل إلى هيثم. قبل هذه المواجهة كما ذكرت حضور اللاعب الأجنبي فعال يبحث عن الطريق للوصول لمرمى إيمانويل. اليوم الرياض يحضر بإبداعه بتألقه، عرضية محاولة وصلت إلى باستوس، نيكولا ستيكوفيتش خطفها الأنغولي باستوس إلى محمد المجحد. باستوس يلعب كرة عند الزبيدي في الجانب. يا دييغو يا اليسرى في أكثر من نقطة. يعلم دامير بوريتش خطورة موتو بارو بالتواجد في الجهة اليمنى، غايب عن هذه المواجهة. تقدم بهدف جميل ورائع عن طريق لويس مورالها في احداث هذا الشوط. محمد الربيعي، ماذا لدى دامير بوريتش اللي يبدا الشوط الثاني بنفس الطريقه بهذا الضغط الكبير على لاعبين قابل لا شيء. الفيصلي انتهت مواجهته. باستوس يلعب كره في الجهه اليسرى عند رياض الجهني في الكره الماضيه بالراس، باستوس خلصها. فلا تستغرب ان تشاهد هذا المشهد وهذا المنظر من جانب هشام فايق، يعوض غياب نيكولاس مينيسي اللي غادر الملعب. موتو عرضيه، يبحث عن راسيه بالراس لكن مرت. حاضر في هذه المواقف دائما ما يكون الشوارخ محمد، نعم هو من استخلص الكره. الخمس دقائق الاخيره من الوقت الاصلي، نعم اخر الاهلي كثيرا لكن تحسب يا شوارخ. الكره اللي خلصها الهدف الثاني يحسب لمحمد شوارخ. نعم الكرة إلى ريخ بكل تأكيد يريد أن يصل إلى دوري روشن. سلام، عرضية التسديدة والخطورة، السلام في الدفاعات. المحاولة الأهلي الآن عند باستوس المحاولة التقدم والتغطية